السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولية أمر بس كده عزيزة عليا، يعني طلبت مني إن أنا أعمل فيديو عن أسماء الإشارة. أسماء الإشارة بالنسبة للطفل اللي هو عنده 4 سنين أو 3 سنين ولسه ما عندوش فكرة إن هو يفرق بين المذكر أو المؤنث، أو أصلا الكلمتين ممكن ما يبقاش قادر يعني يعرف يعني إيه مذكر أو يعني إيه مؤنث. فاحنا يعني بدل ما نقول له مذكر او مؤنث وما بقاش عارف يعني ايه مذكر او مؤنث، نقول له يعني بنت او ولد. تمام؟ يبقى اي حاجه بنت او ولد هيبقى لها اسم اشاره معين. تمام؟ لان احنا لو مهما اتكلمنا وقلنا مذكر ومؤنث مش هتوصل لهم الفكره، انهم مش عارفين الكلمتين معناهم ايه. تمام؟ فدي اقرب حاجه ليهم. طيب الاطفال في السن ده، هل اكتب بس هتكتفي ان اسماء الاشاره مثلا اعرفهم اسماء الاشاره كده، اقول اسماء الإشارة اللي هم هذا وهذه؟ طيب فرضا هو مش عارف يقرأ أو لسه مش يعني يا دوب بيتعلم القراءة كده، أسماء الإشارة والحاجات والضمائر والكلام ده مش مرتبطة كتير إن لازم يكون الطفل متعلمها، يعني بيتعلم القراءة لسه وإن هو لازم يقرأهم ويبقى عارف إن ده هاء وذاء وألف يبقى هذا، أو هذا هي هذه. لا، احنا ممكن نحفظهم اورال كمان، يبقى عارف ان هذا وكمان احنا بنعتمد في المرحلة دي كتير قوي على ذكاء الطفل البصري اللي بيحفظ شكل الكلمة. هو عارف ان هذا ده بنستخدمها لما يكون معنا ولد. واحسن حاجة نعلم الطفل في المرحلة دي بطريقة الرسم. يعني هذا ممكن نرسم تحتها مثلا صورة ولد. تمام؟ على اساس ان هو يبقى عارف ان هذا دي بنستخدمها مع ايه؟ مع الولد. طيب ونرسم تحت مثلا اسم الإشارة هذه صورة مثلا بنت، وليكن لابسة فستان، أي حاجة تدل إنها مثلا بنت. تمام؟ طيب يبقى احنا كده ربطنا له بين الكلمة دي والولد. يبقى لما أسمع أحمد أقول هذا أحمد. طب لو أنا سمعت اسم مريم، مريم دي بنت ولا ولد؟ أكيد بنت. وممكن نسميهم كمان، نقول ده أحمد مثلا ودي مريم مثلا. يبقى هذا أحمد، هذه مريم. طب تفتكر لو غيرنا الأسماء وأحمد ده بقى له أي اسم تاني، مثلا علي مثلا، وهنا مثلا سما، هل هيفرق معانا الأسماء؟ لا. المهم إن احنا نوصل له فكرة إن الولد دايما أو الاسم المذكر يعني بياخد هذا، والاسم المؤنث بتاخد هذه. تمام؟ بس هي دي أقرب حاجة ممكن نعلم الطفل بيها أسماء الإشارة في المرحلة اللي عنده 3 سنين ونص أو 4 سنين، إزاي يستخدم اسم إشارة، وبعد كده نديله تدريبات عليها. تمام؟ يعني إيه التدريبات اللي ممكن يعني نديها للطفل في المرحلة دي؟ ونقرأ له الجملة مثلا، ونديله مثلا نقط هنا فاضية، ونقول له مثلا ولد ذكي. ولد ذكي، ولد دي كلمة ولد ذكي، للمذكر ولا المؤنث؟ انت عرفت ولد اللي هو ولد زيك كده، ياخد الكلمة دي هذا ولا هذه؟ فيبدأ ايه؟ يشتغل بقى على الذاكرة بتاعته. الكلمة دي كنا بنحطها لما يبقى فيه اسم ولد او مذكر، فيقول هذا ولد. طيب مش عارف، تعال نجرب الاتنين. ينفع نقول هذه ولد؟ لا، احنا عرفنا ان الاسم الاشارة التاني ده بنستخدمه مع الايه؟ مع البنت مثلا، يبقى مش هينفع مع ايه؟ مع اسم ولد. طيب لو انا هقول مثلا طبيبة ناجحة مثلا، طبيبة ناجحة، هنا كلمة طبيبة ينفع نقول هذا طبيبة ولا هذه طبيبة؟ اي اسم مؤنث، معظم الاسماء المؤنثة بيبقى فيها تاء مربوطة، فنقول ايه؟ نختار اللي فيها هاء مربوطة، يبقى هذه هذه طبيبة. طيب ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للطفل اللي لسه يدوب بيتعلم القراءة، وانا حابة ان انا اديله معلومات اضافية او اشتغل معاه قواعد مناسبة لسنه، فاديله اسماء الاشارة اللي هي للمذكر والمؤنث بس. هو دول المطالب بيهم في المرحلة دي. اللي عنده 3 سنين ونص او 4 سنين مش مطالب يعرف اسماء الاشارة للجمع وللمثنى. هو بس كفاية عليه قوي ان هو يكون عارف للمذكر او للولد بنستخدم ايه، وللمؤنث او البنت بنستخدم ايه. بس هو ده التدريب. وممكن نستخدم الرسم زي ما رسمنا من شوية كده، ونكتب مثلا اسم إشارة هنا مثلا هذا، وهنا هذه، ونرسم مثلا صورة
بنت مثلا، ومثلا صورة ولد، ويوصل مثلا، اقول له يلا ها، احنا كنا هنا مع الولد بنستخدم ايه؟ هيقول لك هذا اللي هي فيها دي. والبنت كنا بنستخدم معاها ايه؟ يقول لك هذه. فتبص تلاقيه بيوصل من نفسه. تمام. فكده ربط عنده موضوع ان اسم الاشاره هذا اللي هو فيه الف في الاخر ده بنستخدمه مع الولد، واللي فيه هاء ده بنستخدمه مع البنت. بس بكل بساطه وصلت له الفكره وخلاص. يا رب كده اكون قدرت افيدك بالموضوع اللي انت حبيتي ان انا يعني اشاركه معاكي او اعمل له فيديو، ويا رب ان شاء الله كلنا نستفيد بالفيديو. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.